المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الارتيان، سهلها بالعناوين. وفد اليونسكو يزور البلاد ويلتقي كبار مسؤولي الحكومة. وزيرة العدل تعقد اجتماعا في أسمرة لتعزيز الوئام والاستقرار. تقييم نتائج امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة في الإقليم الأوسط. الرئيس الآذري يهاجم الغرب خلال دفاعه عن صناعة النفط والغاز. قاذفات استراتيجية روسية تجري دوريات في بحر بارنتس. ومقتل 10 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن بولاية مانيبور الهندية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى وفد أممي إقليمي مكون من مندوبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في شرق أفريقيا السيدة لويزا هاتاوسن، ومديرة مكتب خدمات المعلومات الإقليمية السيدة ساندرا ماكاريا، مع كبار مسؤولي الحكومة الإريترية. وقد التقى الوفد الأممي يومي 12 و13 من نوفمبر الجاري وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ووزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور جرجيس تخلى ميكائيل، ومفوضة الثقافة والرياضة السفير زمد تخلى، وبحث العلاقات الثنائية. تناول لقاء الوفد بالوزيرين السيد عثمان صالح والدكتور جرجيس تخلى ميكائيل امتلاك إريتريا التاريخ الأثري، وأنها جزء من الحضارات القديمة التي استوطنت القرن الأفريقي، غير أن الآثار سرقت نتيجة أساليب الاستعمار، وأن إريتريا على استعداد تام للعمل مع منظمة اليونسكو والأمم المتحدة للحفاظ على تراثها الحضاري وآثارها. وتم التفاهم في اللقاء الذي أجري مع مفوض الثقافة والرياضة السيد زمد تخلي على تطوير لقاءات قوية ومستمرة، والعمل المشترك للحفاظ على التراث الثقافي وترميم المباني الأثرية، والقيام بعمليات تنقيب جديدة عن الآثار. وأكد الوفد بدوره مدى رغبة المنظمة للعمل مع إريتريا للحفاظ على التراث الثقافي وتطوير مجال السياحة الثقافية والاقتصادية بالتعاون مع الحكومة الإريترية. وقام الوفد بزيارة المتحف الوطني في أسمرة رفقة منسقة البعثات الأممية في إريتريا السيدة نهلا فالجي. هذا وسيجري الوفد لقاء مماثلا مع وزير الإعلام السيد يماني جبر مسكل. عقدت وزيرة العدل فوزية هاشم اجتماعا في 12 من نوفمبر في أسمرة تركز حول تعزيز المشاركة المجتمعية في ضمان الوئام والاستقرار. وقالت المناقشة التي حضرها رجال الدين والأعيان من 96 إدارة ضاحية إن العدالة تلعب دورا مهما في التنمية المستدامة للمجتمع، موضحة العمل على التحقق من جميع القوانين لاحترام القوانين وتحقيق العدالة بالارتكاز على الأعراف. وقالت إن العدالة تقوم في المجتمع الإريتري على مبادئ التعاون والالتزامات الاجتماعية والوئام الاجتماعي والرعاية، ويتطلب إرساء وسائل تخدم المهمة الأساسية للعدالة، وهي ضمان السلام والوئام في المجتمع لعلاج الانتهاكات النفسية والمادية والحفاظ على الأعراف. وذكرت أن المجتمع الإريتري يتمتع بنظام تعايشي ويحافظ على ثقافته وقيمه، ولديه ثقافة التواصل والتعاون، ويلعب دورا هاما في حل القضايا ويحافظ على قيم ونتائج نضالنا الوطني وينقلها للأجيال القادمة. من جانبهم أشاد المشاركون بوزارة العدل لجهودها في إنشاء نظام قانوني مجتمعي، وحثوا على توفير مبادئ توجيهية مكتوبة للعمل وحدود صلاحيات حل المنازعات ومسؤولياتهم. حضر اللقاء حاكم الإقليم الأوسط السيد فساهي حيلي، ورئيس مجلس الإقليم السيد أبراهام سمري، والمدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئي تولد برهان. عقد مكتب التعليم في الإقليم الأوسط اجتماعا يوم 11 من نوفمبر لمناقشة نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن خلال العام الدراسي 2023-2024. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلاي هبت جابر في الاجتماع
أن نتائج الامتحان الوطني هي مسؤولية كافة القطاعات ولا تخص الطلاب وأولياء الأمور والمدارس فقط، داعيا لمساهمة الجميع في الجهود المستقبلية. وذكر مسؤول وحدة الامتحانات الوطنية للصف الثامن بوزارة التعليم الأستاذ هبت أسفهم ذكر نجاح 49.8% من 65,660 طالبا تقدموا للامتحان على مستوى البلاد، وذلك بانخفاض بلغ 5.3% مقارنة بالعام السابق. من جانبه ذكر مسؤول الامتحان الوطني للصف الثامن في الإقليم الأوسط الأستاذ سامسون كبرام ذكر نجاح 66.3% من الطلاب الجالسين للامتحان والبالغ عددهم 14,881 طالبا في الإقليم. ودعت مسؤولة فرع الزمالة وتقييم الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم الدكتورة حليمة محمد ذكر جميع الشركاء على العمل معا لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. من جانبهم أوصى المشاركون بالتدريب المستمر للمعلمين والمراجعة المتعمقة للكتب المدرسية الموجودة في الخدمة ومراجعة عملية إعداد المعلمين وكذلك إعداد الامتحان. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط العقيد قبرهنس ولد قرقيس كافة المعنيين على المساهمة في تنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه. نظم مكتب الخدمات الإقليمية التابع لوزارة الزراعة في إقليم القاشبركة في 6 من نوفمبر في مدينة غردات نظم لقاء تشاوريا مع مزارعي مدينتي دقة وغردات تركز حول نتائج دراسة التأثير البيئي على الزراعة. وأوضح مسؤول المكتب السيد حاجوس قبر مريم الأبحاث الزراعية التي تمت دراستها بأخذ عينات من 34 بستانا في مدينة دقة وأماكن مختلفة من أطراف وادي بركة ونتائج الأبحاث المخبرية التي أجريت. وناشد مسؤول قسم المعلومات الاستراتيجية السيد عوت إسحاق المزارعين وأصحاب البساتين ناشدهم لاتباع تعليمات ومشاركة الأفكار مع الخبراء الزراعيين حول إدارة الأراضي الزراعية وجودة المياه الجوفية ووضع الغابات والحياة البرية والمواشي ومكافحة انجراف التربة ومعالجة الأراضي بالإضافة إلى استعمال الأدوية لمكافحة الآفات بعد تقديم شرحا مفصلا حول الوضع الزراعي في المديريتين. وأوصى خبير مراقبة الثروات الطبيعية السيد فسهازر بروخ المزارعين ووضع الدراسات والإرشادات التي تقدم لهم من قبل الخبراء في الاعتبار للحفاظ وزيادة جودة وإنتاجية الأراضي الزراعية في المنطقة الغنية بالمخزون الزراعي. وأكد مدراء المديريتين على ضرورة اجتهاد المزارعين لضمان سلامة محتويات المياه والتربة التي تمتلكها مزارعهم، مشيدين بجهود وزارة الزراعة السامية لتعزيز محتوى المياه الجوفية والحفاظ على التربة. وأوضح المشاركون مدى استفادتهم من أنشطة تنويرية مماثلة مطالبين تكثيف وتنويع عناوينها التي ترد في منفعة المجتمع العام. نظم مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية للمدربين ومعلمين مادة اللياقة البدنية في مدينة قندع في 5 وحتى 7 من نوفمبر الجاري. هدفت الدورة إلى تدريب معلمي مادة اللياقة البدنية من الصف الثالث وحتى 5 الابتدائي في أساليب التدريب النظري والعملي والألعاب الرياضية الجماعية والقوانين الرياضية الأساسية وطريقة لعب الرياضات بالإضافة إلى سلوك الأطفال والسلامة الجسدية بجانب مواضيع أخرى ذات صلة. وأوضح مسؤول التعليم الابتدائي في قسم التعليم العام الأستاذ إبراهيم محمد علي أن الدورة نظمت لتعريف المعلمين بمنهج مادة اللياقة البدنية الجديد وإيضاح محتوياته بالإضافة إلى أساليب تعليم المادة. وأضاف الأستاذ إبراهيم أن المكتب يعمل على تنظيم دورات مماثلة لمعلمي مادة تقنية المعلومات للصفين 8 و9 فضلا عن دورة أخرى بخصوص مادة المواطنة للصفين 9 و10 في المستقبل القريب.
وأوصى مسؤول قسم الثقافة والريادة والصحة في مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ محمد عبد الله المتدربين، أوصاهم لمشاركة وتبادل ما تعلموه مع زملائهم لاكتساب الخبرات فيما بينهم ومشاركة الطلاب النشطة لتحقيق أهداف تطوير المناهج المستمرة. شارك في الدورة معلمين قادمين من مدارس مديريات نافا وأفعبت وشعب وقندع ومصوع وفراء وقلعلم. دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد رزنا أدوناي لتعزيز جهود كافة الجهات لتقوية تأطيرات الجبهة في إقليم جنوب البحر الأحمر. جاء ذلك في التوضيح الذي قدمه لمتدربي العلوم الاجتماعية من جميع دارات الضواحي. من جانبه أوضح مسؤول فرع الشؤون السياسية في الجبهة بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد سمر جبر مريم أن البرامج التعليمية ومنتديات النقاش على مستوى التأطيرات تهدف إلى رفع الوعي وتقوية التنظيم. شارك في الدورة التدريبية المنتظمة بالتركيز في العلوم الاجتماعية التي استمرت ل10 أيام 140 شخصا بينهم 114 امرأة. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، دافع الرئيس الأذري عن قطاع الطاقة في باكو خلال الخطاب الرئيسي الذي ألقاه في اليوم الثاني من قمة المناخ كوب 29، واستغل ذلك ليهاجم الغرب الذي ينتقد صناعة النفط والغاز في أذربيجان، وقال إن بلاده وقعت ضحية لحملة أعدت بحنكة للتشهير والابتزاز، وذلك حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. جاءت التصريحات الأذرية قبل لحظات من وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش مضاعفة الوقود الأحفوري بالاستراتيجية السخيفة. ويجتمع ممثلون لحوالي 200 دولة لمناقشة كيفية خفض انبعاثات الوقود الأحفوري كل من منظوره. ولم يتفق علييف مع العديد حسب ما أظهرت تصريحاته النارية، ويعتبر موقف باكو المعارض تحديا جذريا ضمن هذه المناقشات، حيث أن الدول الغربية تضغط على منتجي الوقود الأحفوري للتخلي عنه وليكونوا أصدقاء للبيئة، ولكنها في الوقت ذاته تعتمد على هذا النوع من أنواع الوقود، الأمر الذي ركز عليه رئيس أذربيجان منتقدا إياه بلغة مباشرة وصريحة. كشفت وكالة رويترز أن قاذفات استراتيجية روسية أجرت دوريات فوق المياه المحايدة في بحر بارنتس. وأعلنت روسيا أن قاذفات قنابل استراتيجية التابعة لها حلقت ضمن رحلات مخطط لها فوق مياه محايدة لعدة بحار في شمال الكرة الأرضية وفوق المحيط المتجمد الشمالي. وتنفذ روسيا والولايات المتحدة بشكل روتيني رحلات جوية فوق المياه الدولية، وسابقا حذرت موسكو من مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي. وأمر وزير الدفاع الروسي المسؤولين بإعداد رد على رحلات الطائرات الأمريكية مسيرة فوق البحر الأسود، في تحذير واضح من أنها قد تتخذ إجراءات قوية لدرء طلعات طائرات الاستطلاع الأمريكية. قتل 10 مسلحين خلال اشتباكات مع قوات الأمن إثر هجوم مسلح في ولاية مانيبور شمال شرق الهند. ونقلت رويترز عن كريشنا كومار نائب مفوض منطقة غريبام في ولاية مانيبور قوله إن مسلحين هاجموا مركزا للشرطة وجرى تبادل لإطلاق النار قتل خلاله منفذو الهجوم بعد أن تصدت لهم قوات الأمن المركزية. ولفت إلى أن المنطقة تشهد توتر منذ الأسبوع الماضي. وذكر مسؤول في الشرطة المحلية أن أحد رجال الأمن أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباكات. وتشهد مانيبور أعمال عنف متفرقة منذ العام الماضي، وقتل ما لا يقل عن 250 شخصا ونزح نحو 60,000 منذ اندلاع القتال في مايو 2023.
الخبر الأخير في هذه النشرة: كشفت الصين النقاب عن طائرات مقاتلة لا يرصدها الرادار في معرض جوي كبير، حيث تسلط الأضواء أيضا على طائرات من دون الطيارة، وهي فرصة لعرض قوتها العسكرية المتنامية أمام العملاء والمنافسين المحتملين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. على مدى عقود عدة كان العملاق الآسيوي يعمل على تعزيز قدراته الدفاعية الجوية، خصوصا للتعامل مع الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي أو حول تايوان. ويقام معرض جوهاي الجوي جنوب الصين بالقرب من ماكو كل عامين، ويعد فرصة للصين لعرض أحدث التطورات في مجال الطيران المدني والعسكري. وقالت وكالة الأنباء الصينية الجديدة إن توفر هذين النموذجين من الطائرات المقاتلة سيحسن بشكل كبير قدرة الجيش الصيني على تنفيذ عمليات هجومية في بيئات خطيرة للغاية ومتنازع عليها. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. وفد اليونسكو يزور البلاد ويلتقي كبار مسؤولي الحكومة. وزيرة العدل تعقد اجتماعا في أسمر لتعزيز الوئام والاستقرار. تقييم نتائج امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة في الإقليم الأوسط. الرئيس الآذري يهاجم الغرب خلال دفاعه عن صناعة النفط والغاز. قاذفات استراتيجية روسية تجري دوريات في بحر بارنتس. ومقتل 10 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن بولاية مانيبور الهندية. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.